السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. موسم جديد للدوري المصري الممتاز. بقالي زمان ما عملتش فيديوهات، يجي شهر أو أكتر. طبعا ما ينفعش الدوري بيبدأ وما نقدمش لحضراتكم اللي بنحاول بيكون إضافة لبعض الناس في حدود إمكانياتنا وفهمنا. بدأ الدوري النهارده بثلاث مباريات، طبعا كله عامل صفقات وكله شغال. بدأ بيراميدز بطل افريقيا ووصيف الدوري المصري. آه، مباراة قوية مع دجلة الصاعد حديثا بعد هبوطه الموسم اللي فات. لكن دجلة طبعا نادي كبير، مش جديد على الدوري الممتاز. اول 17 دقيقة طرد لوليد الكارتي، لعبة خطر. ولكن دجلة كابتن محمد الشيخ زي ما يكون انا حاسس ان هو قلقان ان هو يفتح الملعب قوي او يضغط بكل قوته، حتى بعد لما بيراميدز لعب 10. وبيراميدز طبعا عنده غيابات مهمه، مصطفى فتحي ورمضان صبحي والشيبي، وعنده غيابات مهمه ولاعيبه تقيله عنده. فطلعوا حبايب، نقطه هنا ونقطه هنا. ثم سيراميكا والزمالك حبايب الشوط الاولاني. مباراه كانت قويه جدا الشوط الاولاني. ثم مباراه الشوط الثاني متكافئه من الفريقين، هجمه هنا وهجمه هنا. طبعا فرقه سيراميكا فرقه تقيله، فرقه محترمه بصراحه. حتى الدقيقه 83 لما قدر الماهر ناصر ماهر يحرز هدف جميل بعد الفرصه اللي حطها الشوط الاولاني، استلم ولف 180 درجه، ولكن جنب العارضه لو جت كان هيبقى هدف عالمي. ويا نهار ابيض عليك يا محمد يا شحاته على الهدف الثاني العالمي اللي من نص الملعب من عند خط السنتر. لمح بسام طالع راح معلقها له عشان يقتل المباراه ويخطف الثلاث نقاط للنادي الزمالك، او ياكد فوز النادي الزمالك بالثلاث نقاط. اول ثلاث نقاط بدايه مهمه للنادي الزمالك. ثم في الناحيه الثانيه النادي المصري والاتحاد، طبعا مباراه جماهيريه. المباراه بدات كويسه من الفرقتين. دقيقه 16 قدر عبد الرحيم بغموم يحرز هدف ويطلع الشوط الاولاني 1-0. ثم مصطفى ابراهيم يتعادل مع بدايه الشوط الثاني للنادي الاتحاد. ثم دغموم يحرز الهدف الثاني. ثم هدف ثالث لعمر الساعي من صاروخيه علشان يخلص على نادي الاتحاد ويخطف ثلاث نقاط مهمه لفرقته للنادي المصري. وطبعا يا جماعه البدايات مهمه لاي فريق. ان انا ابدا الدوري واخد ثلاث نقاط يحطوني في المقدمه من بدري، معنوياتي بترتفع والحافز بيعلى. وبكره في اربع مباريات ان شاء الله باذن الله نشوفهم ونتكلم عنهم مع حضراتكم، وهنحاول بقدر الامكان ما نغيبش باذن الله. باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.